مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا بكم في برنامج بانوراما 2020 حول الواقع التعليمي في إقليم الجزيرة. شهد العالم خلال عام 2020 وباء هدد مستقبل التعليم في كثير من دول العالم بما فيها منطقتنا بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 التي حالت دون مواصلة التلاميذ والطلبة تعليمهم نتيجة إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات كإجراء احترازي لمواجهة خطر الفيروس، وإجبار البلدان والحكومات إلى إيجاد آلية لتعويض الطلبة والتلاميذ مما فاتهم من دروس ومواصلة العملية التعليمية عن طريق التحول إلى التعليم الافتراضي أي عبر الإنترنت أونلاين. وأيضا شهد القطاع التربوي في إقليم الجزيرة خلال عام 2020 العديد من التطورات والقرارات بما يخص الواقع التعليم في المنطقة. هل كانت تلك الإجراءات والقرارات ذو فائدة للطلبة والتلاميذ؟ وما هي الخطوات والمشاريع لتطوير الواقع التعليمي في إقليم الجزيرة في العام القادم 2021؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو محمد صالح عبدو، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. مساء الخير سيد محمد صالح، أهلا وسهلا فيك في إذاعة بوير. مساء الخير، شكرا لكم. شكرا. بداية سيد محمد صالح، لو نتحدث عن واقع التعليم في إقليم الجزيرة، مستوى المعلمين والطلاب بشكل عام، مستوى المناهج وعدد المدارس التابعة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. أولا شكرا لاستضافتي. ثانيا أريد أن أقول بأن هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة قد دخلت في العام الدراسي 2020-2021 إلى كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بما في ذلك الصف الثالث الثانوي، ونحن نعتبر ذلك إنجازا مهما لهيئة التربية والتعليم ونجاحا لأدائها. بداية بالنسبة لمستوى المعلمين، نحن قمنا منذ بداية عام 2015 بافتتاح عدد كبير من معاهد إعداد المعلمين. في خلال 4 أشهر افتتحنا 10 معاهد لإعداد المعلمين، ومعلمونا قد تدربوا في هذه المعاهد وتخرجوا بدرجة جيدة. ومع ذلك نحن لا نكتفي بأنهم تخرجوا من المعاهد، نحن نعتمد أسلوب التعليم المستمر. خلال الصيف أي العطلة الصيفية معلمونا هم طلبة يتدربون في من خلال دورات صيفية، وأيضا يتدربون في مختلف المعاهد والأكاديميات الخاصة بالتربية والتعليم. ثم أن هناك عددا كبيرا من خريجي الجامعات السورية ومن خريجي جامعة روج آفا ينضمون إلى سلك التربية والتعليم، إضافة إلى أعداد كبيرة من طلبة الجامعات الذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم لأسباب مختلفة. نحن نتعاقد معهم وينضمون أيضا إلى سلك التربية والتعليم. بهذا الشكل أستطيع القول بأن مستوى معلمينا هو مستوى جيد مهما كانت هناك انتقادات. نحن نتقبل جميع الانتقادات، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك انتقادات مغرضة أيضا. هناك طابور خامس يريد أن ينشر مثل هذه الإشاعات.
نحن نعرف أن عملية بناء المعلم الحقيقي عملية شاقة وعملية مكلفة. نحن نعي كل هذه الأمور، ومع ذلك فإننا نسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة وخطى مدروسة. نعم. ويتطور مستوى معلمينا بشكل جيد. نعم. أما عن عدد المدارس التابعة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، عدد مدارسنا هو 2225 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية. من ناحية طرق التدريس، هل اعتمدتم على نماذج من دول أخرى؟ عندما أنشئت هيئة التربية والتعليم، نعم. وقمنا بإنشاء مؤسسة المناهج، كان لابد لنا أن نقوم بعملية بحث لمناهج العديد من الدول المحيطة بنا والدول البعيدة أيضا. بطبيعة الحال أخذنا من مختلف دول العالم ما يناسبنا وما نعتقد أنه أفضل. طبيعي أنك عندما تبدأ باختيار مناهج أو تريد أن تطبق منهاجا معينا، لا بد أن تعرف ما هو موجود حولك أو ما هو موجود في العالم أيضا. نعم، يعني تقصد هل تواصلتم مع لجان مختصة، وخاصة أن اللغة الكردية لم يكن يدرس بشكل رسمي في البلاد؟ اللغة الكردية لم تكن تدرس. نعم. تدرس، هذا صحيح، وأعتقد هذا هو سبب وجودنا الأساسي، التعليم باللغة التعليم باللغة الكردية. قمنا بالتواصل مع جميع الجهات المهتمة باللغة الكردية والأدباء، وأيضا بكوادر من مختلف أجزاء كردستان. نعم، تحدث قبل قليل عن الكوادر والمعلمين. ما هي الآليات التي يتم من خلالها اختيار الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس على ضوء الانتقادات الشديدة الموجهة للكوادر والإداريين في مدارس الإدارة الذاتية؟ نعم، أنا كما قدمت سابقا، نعم. معلمون هذا هو مستواهم. أما كيف نختار هذه الكوادر؟ أولا، الكادر الذي يتقدم يدخل في سلك التربية والتعليم لدينا يجب أن يكون حاصلا في الأول على شهادة البكالوريا أو ما بعد البكالوريا، سواء شهادة معهد أو شهادة جامعية. ونحن لا نكتفي بذلك أيضا، مهما كانت شهادته نقوم بإجراء مسابقات شفوية وكتابية، ونختار الأفضل من بين المتقدمين. يعني تختارون حسب الشهادة ولا التجربة؟ حسب الناجحين. أستطيع أن أقول مثلا هناك بعض المدرسين قد يكونون مدرسي العلوم أيضا، ولكنهم لا ينجحون في هذه المسابقة. نعم. وقد ينجح بدلا منه مدرس رياضيات، وهكذا نحن نختار الأفضل كما قلت. نعم، قررت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في شهر آذار عام 2020 تعليق دوام المدارس والجامعات والمعاهد في مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا كوفيد-19. وفي منتصف شهر نيسان عام 2020 قامت الإدارة الذاتية بخطة جديدة لتعويض الطلاب دروسهم ضمن مشروع سمي بيتنا مدرستنا، وذلك من أجل عدم بقاء الطلاب دون تعليم، لو حتى مع استمرار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد. لو تتحدث لنا وللمستمعين عن خطة هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة لتعويض الفاقد التعليمي، وهل كانت النتيجة إيجابية برأيك؟ التعليم عن بعد. أولا، الحديث عن وباء كورونا وتأثيره على قطاع التربية والتعليم في الحقيقة هذا موضوع كارثي. نحن كنا قد خرجنا توا
من نتائج الهجوم التركي الوحشي على سريكانية وغريسبي، وكانت العملية التدريسية قد استقرت، ثم فوجئنا بوباء كورونا. وباء كورونا ألحق ضررا شديدا بقطاع التربية والتعليم، يجب أن نعترف به، وأعتقد أنه ليس هناك شيء نخفيه في هذا المجال. كان عامنا الدراسي مهددا بالفشل، ولكننا في هيئة التربية والتعليم لم نقف مكتوفي الأيدي. قمنا بالاستفادة من الكفاءات المتوفرة بين معلمينا، وأطلقنا التعليم عن بعد، طريقة التعليم عن بعد. كانت هذه الطريقة تجربتنا الأولى، ومع ذلك أستطيع أن أؤكد بأنها نجحت إلى حد ما، واستطعنا عن طريق التعليم عن بعد من إنقاذ عامنا الدراسي عن الفشل. نعم. ولكن هناك ضرر لحق بقطاع التربية والتعليم، وهناك فاقد تعليمي قد حصل لا مجال لإنكاره. أعتقد أنه في كل دول العالم وحتى في الدول الكبرى حصل الفاقد التعليمي، وحصل أكثر ما حصل لنا. قد نكون نجحنا إلى درجة مقبولة، ولكن هناك دول لم تنجح في هذا المجال أيضا. نعم. لذلك أريد في هذا المجال أن أشكر الجهود الجادة والجبارة لمعلمينا الذين بذلوا كل هذه الجهود واستطاعوا إنقاذ العام الدراسي. ليس فقط الفريق القائم على العمل التكنيكي، وإنما كل المعلمين الذين كانوا يتابعون طلبتهم ويزورون عوائلهم لتشجيع العوائل على الاهتمام بطريقة التعليم عن بعد، وجعل أولادهم يستمعون إليها. نعم، يعني هل استطاع الكادر التدريسي في السنة الماضية إيصال المادة التعليمية وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية للطلاب؟ كما قلت، كما أسلفت، نحن نعترف بأنه خاصة أنه كان موضوع جديد للطلاب، تعليم جديد. نعم، نحن نقول أننا استطعنا بطريقة الأونلاين أن ننقذ عامنا الدراسي، وقلت أننا يجب أن لا ننكر بأن هناك فاقد تعليمي وضرر حصل لقطاع التربية والتعليم. هذا مجال لا يمكن لأي أحد إنكاره، ولكن كما قلت أستطيع أن أؤكد بأننا استطعنا بالتعليم عن طريق الأونلاين أن ننقذ عامنا الدراسي بالرغم من كل النواقص التي حصلت. ما هي الصعوبات التي كانت تواجهكم أثناء التعليم الافتراضي أونلاين؟ كانت هناك عدة مشاكل، من أولها الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي. نعم. لم يكن التيار الكهربائي موجودا في كل المناطق وفي نفس الوقت، هذه كانت مشكلة. ثم أن وعي عوائل الطلبة أثر أيضا. هناك العديد من العوائل استطاعت أن تجذب أبنائهم إلى هذه العملية، ولكن هناك عوائل أخرى لم تهتم، ولذلك قلت أنه حصل فاقد تعليمي. لو أن الكهرباء كانت موجودة في جميع المناطق، لأن قناة روج آفا التلفزيونية كرست كل وقتها للتعليم عن بعد، وكذلك عن طريق اليوتيوب. لو أن عوائل الطلبة اهتمت بما يتناسب مع ضرورة الوضع لكان الوضع أفضل. مع ذلك كان المعلمون كل معلم يدور على بيوت طلابه
ليشجع أهالي الطلبة. وهذا ما حصل. أنني أقول بثقة أن عامنا الدراسي قد نجح. أما بالنسبة للفاقد الذي حصل فأردنا تعويضه بطرق أخرى. مثلا في بداية العام الدراسي الحالي كان هناك مراجعة للعديد من الدروس، وبخاصة في المواد الأساسية تم التركيز فيها على تعويض الفاقد. ثم أننا تم قمنا حذف بعمل المواد آخر. الترفيهية. نعم. حذفتم المواد الترفيهية؟ لا من دون المواد. في بداية العام الدراسي ومن خلال المراجعة نعم. يعني ركزنا على تعويض المواد الأساسية. وهناك أمر آخر قامت به هيئة التربية والتعليم، وهي فتح دورات مجانية لطلبة البكالوريا في هذا العام، ليس فقط لتعويض الفاقد التعليمي الذي حصل، إنما لتقويتهم وتشجيعهم، باعتبار أننا في هذا العام مقبلون على امتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية. نعم السيد محمد صالح، رح نحكي عن طلاب البكالوريا، لكن بدي ببداية هالسنة شو هي القواعد الصحية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها من قبلكم لحماية الطلبة والتلاميذ من خطر الفيروس خلال الفصل الأول العام الحالي، وهل كانت هذه القواعد فعالة؟ كانت خطورة وباء كورونا جدية، ولذلك فقد كان اهتمامنا بها جديا أيضا. نفذنا العديد من الإجراءات واتخذنا تدابير عديدة. من هذه التدابير تطبيق قاعدة التباعد المكاني بين التلاميذ في القاعة، في ضمن القاعة الدراسية. ثم طبقنا هذه القاعدة أيضا في باحات المدارس. خصصنا معلمين لكي يعملوا على عدم تقارب الطلاب في الباحات أثناء الاستراحة. تعرفين أن الطلبة في الاستراحة يقومون باللعب ويقتربون من بعضهم. كانت مهمة هؤلاء المعلمين أن يجعلوا بأن التقارب لا يحدث. خصصنا معلمين بحسب عدد من المعلمين بحسب حجم المدرسة، كانوا يراقبون الوضع الصحي للطلبة والمعلمين. نعم سيد محمد صالح. أي معلم أو طالب إذا ظهرت عليه علامات التعب كانوا يرسلونه إلى منزله في إجازة إلى أن يتعافى ويعود. ثم خصصنا درسا أسبوعيا في كل مدرسة وفي كل صف عن الصحة، أهمية النظافة، ما هي الجراثيم، ما هي الفيروسات، كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من كورونا ومن كافة الأمراض الأخرى. قمنا بتطبيق كل ذلك، وإلى حد قد لا يكون كبيرا قمنا بتوفير بعض المعقمات، ووفرنا أيضا وسائل النظافة في المدارس. أستطيع أن أقول أن هذه الإجراءات استطاعت إلى حد جيد في الحد من وباء كورونا في المدارس. نعم، مع هذه الإجراءات هل كان هناك حالات إصابة بين التلاميذ؟ نعم، حدثت حالات إصابة. أستطيع القول أن حوالي 40 معلما أصيبوا بكورونا، أرسلوا مباشرة إلى بيوتهم للمعالجة. وكان التطبيق الآخر هو إذا حدث أن أصيب أحد عوائل الطلبة بمرض، كانوا يرسلون هذا الطالب إلى البيت
نعم. إلى أن يتعافى ويكون غير ناقل للمرض. نعم. سيد محمد صالح، معنا استطلاع لبعض الآراء حول ما رأيك بالواقع التعليمي بمدارس ومعاهد الإدارة الذاتية خلال عام 2019-2020 وأهم الملاحظات عليها، وماذا تقترح على هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية. رح نسمع الاستطلاع ونرجع. أشكر الإدارة الذاتية على المجهود الذي قامت به بالنسبة للكادر التعليمي، ولكن هناك نقص من ناحية التعليم المعلمين للطلاب، فليسوا على المستوى الجيد، وأتمنى الاهتمام أكثر بالتلاميذ المرحلة الابتدائية. هو واقع جيد، كانت هي تجربة فتية وتجربة جدا رائعة بالنسبة للطلاب، وهناك الكثير من التفاعل الطلاب مع اللغة الكردية. كرأيي أنا نحن نفتقد إلى الكوادر التعليمية المؤهلة لتخريج الجامعيين في جامعات ومعاهد روجافا، لذلك يجب تكثيف البعثات الدراسية إلى خارج روجافا. والله خطوة إيجابية وفكرة حلوة، مشروع جديد، ونحن ما لنا ضد هالشي، ما لنا ضد اللغة الكردية، بس إنه يا ريت مثلا سواء كان المكون العربي أو المكون الكردي يدرس اللغة العربية. نحن بمجتمع عربي بدولة عربية، شوي في نشاز يعني. يا ريت لو تدرس اللغة العربية من الروضات، وتنحط اللغة الكردية يعني كمثل اللغة الإنجليزية ومثل اللغة الفرنسية، إلها امتحان وإلها مذاكرات وإلها خصوصي، والطالب يعني يتفوق فيها وبامتياز، وكمان تخصص إلها صفوف بالجامعات. يعني ما نضد أبدا، بس إنه كل مكون وكل طالب ياخد حقه. مثلا هلا الطالب الكردي ينظلم لما ما ياخدها بأول 3 سنين، هي التأسيس، مرحلة تأسيس. إذا ما أخذ حقه باللغة العربية يعني كتير صعب ياخد حقه بصفوف الرابعة. أنا برأيي في ظلم للجيل من قبل واقع التعليم بالمدارس والجامعات في الإدارة الذاتية، يعني في سنوات عام 2019 حتى 2020، بسبب أولا الكادر التعليمي الغير كفء، والسبب الثاني الوباء اللي صار بالبلاد يعني، وهذا مو ذنب الأطفال من خلال العطل اللي صارت والحظر. ونرجو من الإدارة الذاتية خصوصا الابتدائي يعني يكون لديها كادر كفء لتعليم الجيل القادم، خوفا من الأمية والفشل. الواقع التعليمي في مدينة القامشلي واقع مؤسف جدا. مدارس التعليم الكردي شبه خالية من الطلاب، وكل عام يقل عن العام الذي قبله. يتجه جميع الطلاب والطالبات لمدارس النظام تقريبا. مدارس النظام كل شعبة تضم أكثر من 60 ل 65 طالب وطالبة، حتى أن بعض الناس ذوي الواسطات بشكل أوضح التجأت لفتح معاهد خاصة وتعليم والتدريس بالمنهاج السوري. نقترح إعادة فتح المدارس وتخصيص حصة باللغة الكردية مثل بقية الأطياف. رأيي بالواقع التعليمي بالمدارس والجامعات التابعة للإدارة الذاتية، وإنه نتيجة الصراع العسكري المتعدد الأطراف في مناطقنا، مناطق التابعة للإدارة الذاتية، تعثر قطاع التعليم والتربية بشكل كبير، بسبب المناهج التي فرضتها الوزارات التابعة للإدارة الذاتية. اضطر معظم الأهالي لعدم إرسال أولادهم إلى المدارس الإدارة، وذلك لكثير من الأسباب، من أهمها قلة الكادر التعليمي وضعف الإمكانات. الإمكانات كانت دون المستوى، وللأسف التعليم بشكل عام في الأعوام القليلة السابقة وحتى هذا العام كان سيء جدا. اقتراحنا على هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية هو توحيد منهاج يضم جميع
الفئات موجودة في مناطقنا. صار في تطور منيح من بداية ما بلشوا يستلموا التعليم لهلأ، يعني عم يمشوا خطوات منيحة عن الإدارة الذاتية، بس يعني أهم شيء يطوروا الكوادر، يعني يعينوا أشخاص ذو كفاءات أعلى، يحاولوا يعني يأمنوا، أهم شيء يأمنوا اعتراف دولي بالشهادات اللي عم يعطوها للطلاب، مشان الواحد مشان يزيد الإقبال على المدارس والجامعات عندهم. والكوادر كمان نقطة مهمة، إنه يأمنوا ذو كفاءات عالية، ذو خبرة منيحة. سيد محمد صالح، سمعنا الاستطلاع وكانت الآراء متفاوتة، شو رأيك؟ أولا أنا من موقعي أرحب بكل الانتقادات التي توجه إلى هيئة التربية والتعليم. هذا أولا. أننا في هيئة التربية حتى بدون هذا الاستطلاع نقوم نحن أيضا باستطلاع آراء الناس ونعرف توجهاتهم. الكثيرين الذين تحدثوا هنا في هذا الاستطلاع لم يكونوا مختصين بالتربية والتعليم، إنما كانوا يعبرون عن وجهات نظرهم السياسية والاجتماعية، وهذا أيضا جيد، لا أنكر فائدته. هم يريدون أن يقولوا أنه في ظل عدم الاعتراف بهذا المنهاج فإنه لا فائدة منه. أنا أقول العكس، أننا في هيئة التربية والتعليم وفي كل القطاعات بما في ذلك المعاهد والجامعات والأكاديميات والمدارس نقوم بالدرجة الرئيسية بتأمين الكادر العلمي المتخصص لمناطق شمال وشرق سوريا. مثلا في هذا العام، في عام 2020 خرجنا 65 مهندسا من اختصاصي هندسة البترول وهندسة البتروكيمياء. خرجنا 35 مهندسا زراعيا. خرجنا 18 مختص بالأدب الكردي. خرجنا 7 معلمات اختصاص جينولوجي. خرجنا 35 متخرجا من كلية العلوم التربوية بمختلف أقسامها، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا. من جامعة روجافا. ومعلم صف. في العام الدراسي 2019-2020 خرجنا هذه الكمية. أو كل هؤلاء الذين تخرجوا تم توزيعهم على مؤسسات الإدارة الذاتية ويقومون بممارسة اختصاصاتهم في هذه المؤسسات. هذا ما يحتاجه روجافا والشمال شرق سوريا، نقوم بتأمين الكادر العلمي المتخصص لهذه المؤسسات. ثم أنه إذا أراد أحد من هؤلاء أن يكمل دراساته العليا ليذهب إلى أوروبا أمريكا، نحن نبذل جهودا كبيرة في هذا المجال. أيضا نحن وقعنا على اتفاقية تعاون وصداقة مع جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات، ومع جامعة ماليزيا الحكومية أيضا وقع هناك مباحثات كثيرة وتمت توافقات حول عدد من الأمور. نحن في جامعات باشور كردستان قمنا بالتوصل إلى مذكرات تفاهم، ونقوم بهذه نقوم سيد محمد صالح، وصلت الفكرة. الهدف
لكي يسعفنا الوقت لدي عديد من الأسئلة. طبعا. على ضوء الانتقادات الشديدة التي توجه لكم، هناك سؤال يراود الرأي العام: لماذا لا تقومون بالتحضير لمؤتمر عام حول عملية التعليم في روجافا يحضره مثقفون ومختصون باللغة والتدريس؟ في الحقيقة الإدارة الذاتية قد نظمت العديد من مثل هذه اللقاءات. نعم. ولكنها لم تكن مخصصة لعملية التربية والتعليم. أنا أقصد اللغة والتدريس، التعليم. التدريس في نعم. المدارس. نحن ندعو كافة الأطراف بأن تقوم وتقدم آراءها. نحن هذا موضوع نرحب به ولا نهرب منه. نعم، حبذا لو تتحدث عن أهم التعديلات في مناهج في مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة الذاتية، وهل تم أخذ الملاحظات والنواقص التي وردت في المناهج سابقا بعين الاعتبار؟ نعم، وبشكل مستمر تورد إلى مؤسسة المناهج ملاحظات المعلمين وغير المعلمين. نعم. ويتم دراسة هذه الملاحظات وتطويرها، ولهذا ترين أن المناهج العائدة للإدارة الذاتية تحدث فيها تغييرات سنويا، وهذا جيد لأنه بهذه التغييرات يمكننا أن نواكب التطور العلمي في العالم. تأخذون الآراء من الأهالي من ماذا؟ نحن أولا نحن أهالي الطلبة، ونحن نعيش بين أهالي الطلبة ومعلمونا هم من أهالي الطلبة. نحن نستقي معلوماتنا من كل الجهات الموجودة. نعم. كان هناك قرار من قبل الإدارة الذاتية بخصوص عقوبات بحق الكوادر الذين يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية ويرسلون أبنائهم إلى مدارس الحكومة، هل طبقتم هذا القرار؟ هذا القرار لا يزال موجودا، ونحن الآن نقوم بإعداد قوائم بأسماء هؤلاء لتقديمها إلى رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. نعم. شاهدنا هذه السنة، قبل أن نتكلم عن هذا السؤال، وما هي العقوبات؟ أعتقد أن العقوبات من الممكن أن تتدرج. هذه العقوبات نحن لسنا الذين نقترحها. نعم. هذه العقوبات من اختصاص المجلس التنفيذي. نحن نطالب بإزاحتهم عن وظائفهم في الإدارة الذاتية. نعم. نعم. نحن كهيئة تربية نطالب بذلك إذا ما أصروا على موقفهم. شاهدنا هذه السنة ومن خلال متابعة وضع المدارس بعدم إقبال التلاميذ على مدارس الإدارة الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة. برأيك ما هي أسباب نفور الطلبة والتلاميذ من مدارس الإدارة الذاتية وتوجههم لمدارس الحكومة السورية؟ في الحقيقة لا أعرف مدى صدقية هذا الكلام. نعم. أنا أعرف مثلا هناك مدارس للنظام فقط في المربعين الأمنيين في قامشلو والحسكة. أين يذهب بقية هؤلاء الطلبة من مختلف أنحاء الجزيرة التي تقدر مساحتها ب 23,000 كيلومتر مربع؟ ولكن نرى في مدارس الحكومة السورية أعداد ضخمة من التلاميذ. هي ليست ضخمة. ما هي عدد مدارس الحكومية في القامشلي؟ هي حوالي 20 أو 25 مدرسة، وكذلك في الحسكة. كم تستطيع هذه المدارس أن تستوعب؟ بينما نحن لدينا 2225 مدرسة، وحتى هؤلاء الطلاب من كل المناطق لا يستطيعون الوصول إلى الحسكة أو القامشلي. هذا كلام يحتاج إلى بعض التدقيق، ولكن أقول بصدق أن مدارس الحكومة السورية تقوم بمنافستنا، وكذلك وبدرجة أولى المدارس الخاصة التابعة للكنائس المسيحية. بيننا منافسة على استقطاب الطلبة،
وطبعا المدارس الخاصة التابعة للكنائس المسيحية هي فقط تابعة للكنائس بالاسم، ولكنها هي مدارس للنظام. نعم. تقوم بتدريس مناهجه أيضا. نحن نتناقش مع هذه نعم. المدارس الخاصة، وعدد طلابها لا يقارن بعدد الطلاب بعدد طلاب الإدارة الذاتية الذي يصل عددهم إلى 250,000 طالب. نعم، أنت تقول الكلام ليس فيه مصداقية. هذه السنة هل زادت عدد الطلاب أم نقص؟ نعم، زاد عدد الطلاب. نعم. يعتبر منهاج الإدارة الذاتية أحد نقاط الخلاف بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، حيث يرى الأخير أن منهاج الإدارة الذاتية مؤدلج ويدعم الفكر السياسي للاتحاد الديمقراطي. ما رأيك؟ في هذا المجال نحن نسمع عن آراء المجلس الوطني الكردي. نعم. ولكننا عندما نسألهم لا يقولون بأننا لا نريد اللغة الكردية، بينما عن بعد نسمع أنهم لا يقبلون اللغة الكردية. إلى الآن لم يتم الحديث المباشر عن المناهج. في المستقبل يعني المجلس الوطني الكردي يقول أنه يريد تبديل المناهج. هل هو يريد مناهج الائتلاف السوري؟ هل يريد مناهج الحكومة السورية؟ نعم. أي منهاج يريدون؟ إلى أن تصل المفاوضات بين الطرفين إلى مسألة المناهج ونعرف آراءهم بدقة، عندها نستطيع أن نتكلم بشكل أوضح. أنني أستطيع منذ الآن أن أقول أنه لا فرصة للمجلس الوطني الكردي بتغيير المناهج. نحن نرحب بالاتفاق بحوار حول طبيعة المناهج، حول محتوى المناهج، ولكن أن نزيل مثلا أن لا تكون هناك مناهج باللغة الكردية. أنا أعرف جميع أحزاب المجلس الوطني الكردي وأعرف جميع قياداتهم، وأعرف أنهم كانوا يزاودون كثيرا في برامجهم السياسية حول الوضع الثقافي، البرنامج الثقافي لتلك الأحزاب. إذا جئنا أمام بعض وجها لوجه فلن يتجرؤوا أن يقول لا نريد المنهاج الكردي. أعتقد أنهم سيقبلون بالمنهاج الكردي. نعم. أطلقت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة حملة واسعة لترميم وصيانة المدارس ضمن الإقليم، وإخضاع كافة المعلمين والمعلمات لدورات تدريبية تأهيلية وتخصصية تحضيرا للعام الدراسي الجديد، بالإضافة لإعداد مناهج للطلبة الثاني ثانوي بكافة فروعه، والتخطيط مع جامعة روجافا لفتح معاهد عالية. لو نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. هناك أمر نحن نقوله بشكل واضح وفي كل المناسبات، وهي أن البنية التحتية لجميع مدارسنا هي بنية سيئة وتحتاج إلى صيانات واسعة وكبيرة ومكلفة كثيرا. في هذا العام نحن قمنا بطلب في ميزانية عام 2021 بطلب 35 مليار ليرة سورية لتنفيذ برنامج واسع لصيانة المدارس. المدارس أصبحت قديمة وكان الاهتمام بها ناقصا كثيرا أيام النظام، ولهذا فإننا نقوم بحملات واسعة لترميم المدارس. مثلا اليوم قمنا بفض عرض لإصلاح 410 مدارس بقيمة 266 ألف دولار، وهناك مشاريع أخرى موازية لها. نحن ننتظر ميزانية عام 2021
لتنطلق أعمال صيانة المدارس بشكل أكثر وضوحا. نعم. أعلنت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة في شهر حزيران بإغلاق صفوف الثالث الثانوي البكالوريا التابعة لوزارة التربية السورية اعتبارا من العام الدراسي 2020-2021. نسأل هنا، ما بعد الحصول على شهادة البكالوريا؟ أولا، نحن لم نغلق مدرسة واحدة، لكن هذا كان قرار هيئة التربية، ومهمة هيئة التربية والتعليم أن تقوم بفتح المدارس وليس بإغلاقها. الذي حدث نعم. أنه في مدارسنا وفي الصفوف التي لم نكن قد وصلنا إليها كنا سمحنا أن لطلبة النظام السوري أن يقوموا بالتدريس مع في نفس المدارس، تدريس باللغة العربية بمنهاج النظام. نعم. يعني في مدرسة قسم من المدرسة هي المدرسة كلها لنا، ولكننا سمحنا لهم لأنهم في المحصلة كانوا أبناءنا، هؤلاء الطلبة نعم. لم يأتوا من المريخ، هم أبناؤنا، هم أهلنا، سمحنا لهم بمتابعة دروسهم. نحن كنا مثلا في الصف العاشر الثانوي، أما طلبة 11 و12 فكانوا يدرسون منهاج النظام في نفس المدرسة التي كنا نقوم فيها بتدريس منهاج الإدارة الذاتية. نعم. عندما وصلنا نحن إلى الصف 11 انتهى تدريس الصف 11 من عند النظام. عندما دخلنا إلى المرحلة إلى الصف 12 انتهت دراسة منهاج النظام في هذه المدرسة. نحن لم نقم بإغلاق أي مدرسة. هذه المدارس وهذه الصفوف والشعب الآن طلبتنا يدرسون فيها، ليس هناك إغلاق للمدارس. ونحن عندما كنا نسمح لهم بأن يدرسوا في مدارسنا كان ذلك للحفاظ على مصلحة هؤلاء الطلبة الذين يقومون بتلقي دراستهم. نعم. والآن مثلا هناك الثانوية التجارية في قامشلو، نحن لم نقم بفتح مدارس تجارية. في هذا العام جاءوا إلينا وطلبوا منا أن نسمح لهم بالاستمرار في التدريس، والمدرسة هي تابعة لنا. في قسم منها هناك اتحاد المعلمين، اتحاد معلمي الجزيرة، وأعطيناهم قسما من المدرسة لكي يواصل الطلبة تعليمهم في تلك المدرسة الخاصة بالتجارة. نعم. نحن تعاوننا معهم، ساعدناهم على متابعة دروسهم. هذا القرار تم التصريح من قبلكم وأنت تقول لا يوجد أي قرار بشأن الإغلاق، لكن البكالوريا بماذا يدرس؟ باللغة الكردية بمنهاج الإدارة الذاتية أم بمناهج النظام؟ من الصف الأول الابتدائي وإلى نعم. الصف 12 الثانوي إلى البكالوريا نحن نستعمل منهاج الإدارة الذاتية. نعم. وليس لدينا منهاج الحكومة السورية. نعم. ما هي الخطوات والمشاريع لتطوير الواقع التعليمي في إقليم الجزيرة في العام القادم عام 2021؟ في هذا المجال أريد نحن أنجزنا الشق الأول من مهمة هيئة التربية والتعليم في مسألة الكم. قمنا بافتتاح كثير من المدارس والمعاهد والأكاديميات وبما في ذلك جامعة روجاوا. الكم نحن حصلناه، نحن أنجزنا هذا الشق من العملية التربوية، ودخلنا بشكل مباشر إلى عملية الكيف، مرحلة الكيف. كيف نحسن عملية التعليم لدينا، كيف نطور عملية التربية لدينا. في هذه المهمة قد دخلناها منذ عام ولا زلنا مستمرين، ولهذا الغرض قمنا بتأسيس مركز البحوث والدراسات. هي ستقدم لنا الأبحاث والدراسات اللازمة
لتطوير العملية التربوية والتعليمية. وحتى في مجال تطوير المعلمين وتطوير المناهج هناك جهود تبذل. هل هناك أي تغيير وتطوير في المناهج في العام القادم؟ نعم. المناهج تتحدث تتجدد سنويا. نعم. سيد محمد صالح، كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. قبل كل شيء أنا أشكركم على استضافتي وعلى هذا اللقاء. أعتقد أن قطاع التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا في روجافا قد قطع شوطا بعيدا لا بأس به، وهو في مجالات الفخر. نحن نفتخر بالوصول إلى هذه المرحلة، ولكننا ندرك أيضا مدى عبء هذه المسؤولية وتطوير العملية التربوية، لأن العملية التربوية مسألة لا تتوقف، هي مستمرة بشكل دائم، هي تتطور بشكل دائم، وهي تحتاج إلى كادرات علمية بشكل مستمر. حتى في دول العالم قطاع التربية والتعليم يتوجه إليه النقد بشكل كبير. أنا أعرف أنه في بريطانيا في هذا العام كان هناك لغط شديد حول التربية والتعليم، وحتى في الولايات المتحدة وفي دول أخرى. نعم. في الظروف الحالية وبالإمكانيات المتاحة أستطيع أننا قد حققنا نجاحا مهما. شكرا لك سيد محمد صالح على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2020 حول الواقع التعليمي في إقليم الجزيرة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستديو محمد صالح عبدو، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.